السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده هقولك ازاي تنضفي الشفاط بتاعك. انا عمري كله وانا بنضف الشفاط بنفس الطريقة دي احسن طريقة، وجربت حاجات كتير ومرتحتش في اي طريقة غير دي. بمعلقة واحدة بس، يعني ممكن اقل كمان من 10 جنيه، ولا انت هتجيبي قاهر دهون او مذيب دهون باسعار مبالغ فيها، ولا انت هتحطي مكونات على بعض وهنعمل اختراعات، ولا اي حاجة من الحاجات دي. هي معلقة واحدة بس، في اقل من دقيقه بالظبط هتكوني منضفه الشفاط بتاعك او البوتاجاز، حوامل البوتاجاز او البوتاجاز او الحيطه عندك فيها دهون، او ازاز البوتاجاز، اي حاجه عندك هنضفها انا بنفس المكون ده. وتابعيني في الفيديوهات الجايه وهعمل لك، هنضف لك بيه كل الحاجات دي. انا جبت معلقه بوتاص واحده او معلقتين لو انت هتعملي حاجه اكتر. في طبق ميه اللي انتوا شايفينه ده، يعني قد كوبايه ميه على معلقتين بوتاص. وهتلبسي بس اهم حاجه جوانتي، لان هو بياكل ايد شويه. وهتبلي السلكه بس يا دوب تمشيها، يعني انتوا شايفين انا يا دوب بس بمشي السلكه، والله يا دوب، يا والله ما حاطه اي حاجه تانية، والله والشفاط ده بقاله اصلا فتره جامده اكتر من 6 شهور ما اتغسلش. يا دوب ببل بس السلكه زي ما انتوا شايفين وبمشيها، والله يعني اكنك بتمسحي كده. حتى لو في ركزتوا في لقطات كده هتلاقوا انا بمسح الدهون بجوانتي اصلا، يعني بقوم ماشيه ايدي كده على الدهون بتطلع، يعني كمان مش محتاج سلكه اصلا. والله ده اجمل اختراع، جربوه، انا واثقه انه هيعجبكم. ولو عندك حوامل بوتاجاز، لو عندك اي حاجه على الحيطه دهون، بتبلي بس الهدمه كده وتعصريها. اهم حاجه ان انت تبقي لابسه جوانتي وبتمشي بس كده على الحيطه، هتلاقي كل حاجه طلعت في ثانيه، يعني مش هتعيدي عليها كمان. شايفين الدهون في المروحه؟ والله الدهون دي يعني عايزه اقولك لو انت بتغسليها اصلا بسلكه هتفضلي تدعكي فيها. شايفين الدهون اللي في المروحه دي عشان تغسليها بسلكه او بصابون او كده اقل حاجه ساعه عشان تطلع معاكي، ده لو طلعت اساسا وصلت للمرحله دي. في حاجه برضو تانية، انا كنت لقيت حد منزل بوست بيقول تحطي كوبايه كلور على معلقه بوتاص على نص مش عارفه ايه صابون وحاجات كده. على فكره ما ينفعش البوتاص، ما ينفعش تضيفي له اي حاجه، هو اصلا مش محتاج، هو بس معلقتين. والكلور على البوتاص والحاجات دي بتطلع روايح اصلا، وروايح دي غلط، فهو بس البوتاص بس اهم حاجه انك تلبسي جوانتي، لان هو بياكل الايد بس كده. ولو عندك برضو الدهون اللي على الازاز، ناس كتير بتشتكي من الدهون اللي على الازاز بتاع البوتاجاز، انت برضو بتبلي الهدمه، اهم حاجه بتبقي لابسه جوانتي. وبس يا دوب بتمسحي بس كده، يعني بتمسحي بالهدمه رايح جاي او بسلكه زي دي او اي حاجه، في ثانيه والله العظيم بيطلع. وكمان هعمل لكم فيديوهات وانا بغسل الحوامل بتاعه البوتاجاز بالبوتاص ده، وهعمل لكم برضو وانا بلمعه. شايفين الدهون ساحت ازاي؟ يعني هو مش بيغسلها، هو اصلا يعني بيمحيها، هو بيسيحها، يعني والله ما تبقاش ليها اي اثر. شايفين الجمال؟ شايفين شكل الشفاط؟ والله كأنه لسه جاي جديد دلوقتي اهو. وعلى فكرة لو انت جربتي الطريقة دي في الغسيل، يعني انت ممكن تغسليه اصلا كل اسبوع، ممكن تغسليه كل شهر، ممكن تغسليه كل سنة لو انت ما تحبيش تغسليه على طول في ثانية، يعني مش هتشيلي همه اساسا. وكمان الحتة اللي بتبقى حوالين الشفاط دي، اللي هي بتبقى بعد ما بتشيل الشفاط بيبقى في حتة كده كلها دهون، بنفس السلكة كده اهو تطلعي على سلم او اي حاجة كده وتمشي بس عليها وبتمسحيها بهدمة بس. بتبقى والله ولا كأني، يعني هو سحر، هو ده والله سحر. وهنا كنت خلصته واديته بقى غسلة كده على السريع بالسلكة وبالصابون السائل. هو ما كانش محتاج اصلا، بس يعني انا مش حابة ان يبقى عليه اي زيادات من البطاس او كده، لاني برضه بحس انه ممكن يبقى يعني يبقى يجير شوية كده. فانا غسلته بالسلكة والصابون عشان برضه يلمعه يبقى ريحته حلوة برضه، يعني لو في اي حاجة زيادة ما خدش بالي ليها وكده تشال. اتمنى تكونوا استفدتوا والله من الفيديو ده، واتمنى ان الحاجة دي تريحكم وتتبسطوا لو انتوا جربتوه تتبسطوا منه. واتمنى برضو ان انا تعبت على الفيديو ده ان انت تعملي لي لايك او كومنت او تشتركي عندي في القناه. انا عارفه اني طولت عليكم والله، بس كل اللي انا عايزاه ان انا افيدكم زي ما قلت لك، واتمنى انك تشتركي عندي في القناه لان قناتي لسه جديده، وهتبسط قوي لو اشتركتي عندي. والسلام عليكم ورحمه الله.